شفتوا مصر اللي كلها قالت عليها انها خاينة للقضية الفلسطينية، وشفتوا السيسي اللي كلها قالت عليه انه عميل ومطبع مع اليهود بسبب ضرب اسرائيل لمعبر رفح من الاتجاه الفلسطيني عشان ما يدخلوش المعونات اللي جاية من مصر لاخواتنا في غزة. مصر منعت خروج الرعاة الامريكان من نفس الاتجاه اللي هم دخلوا منه. اقول لك حاجة تانية، مصر لما قالت اي حد عايز يساعد اخواتنا الفلسطينيين، عايز يبعت معونات ليهم ومساعدات، يبعتها عن طريق العريش. ليه محدش استجاب غير اخواتنا في الاردن؟ وسمعنا ان الامارات برضه هتبعت حاجة. فين بقية اخواتنا العرب اللي كانت كلها هايجة عن المصريين ومصر فقط؟ محدش بعت حاجة. يعني ادي مصر بتقول لهم واحدة بواحدة، عايزين تخرجوا الناس دخلوا المعونات لاخواتنا الفلسطينيين. مصر لو مش قوية عمرها ما هتعمل حركة زي دي، بالاخص بقى ان اسرائيل ما بتتكلمش لوحدها، دي معاها امريكا والمانيا، بمعنى اصح حلف الناتو كله. انما مصر واقفة لوحدها يعتبر، معاش غير كام دولة عربية. بقية الدول العربية مش موجودة وما شغلهاش، وقفت اتحدتهم كلهم. بالاخص ان الاجانب دول مش اجانب عاديين، دول امريكان.